صباح الخير. اليوم جايب لكم معلومة جدا مهمة وبسيطة، يلا تعالوا نتعلم. اليوم جايب لكم نصيحة جدا مهمة واغلب الممرضين يسووها واغلب الناس تسويها. اذا عندكم مريض بالبيت او اذا انت رحت ويا مرافق للمريض للمستشفى، اكو حركة لا تسويها دائما، و80% الى 90% من الممرضين يسوون هاي الحركة، وهي هاي الحركة خطأ، اللي هي يجيبون ابرة ويجيب ويزرف بالمغذي. يجرب بالمغذي ليش؟ حتى انه والله البطل ما ينطعج او انه حتى الهواء يطلع. يا اخي ما عليك، يا اخي هو المغذي مصمم والشركه مو غشمه، يقدرون يسوون فتحه للهواء لو يريدون. فانت دائما هاي الحركه لا تسويها خصوصا بالمستشفيات، لان تدخل بكتيريا للمغذي. فانت سوي الاجراء الصحيح، ويا اخي ما يحتاج تسوي هاي الحركه، لان المغذي اول وتالي راح يخلص بالطريقه الصحيحه. كذلك الشركه من سووا هنا فتحتين مو غشمه، سووا فتحتين حتى الممرض ينطي العلاج بالمغذي. انت اذا تريد تنطي علاج لا تنطي من فوق، خطأ الممرض ينطي العلاج من فوق ويجيب ويزرف، او اذا يريد يسحب من المغذي. الشركه مو خش ما سووا هاي الفتحتين، ولا اعتباطا من سووا هاي الفتحتين، يقدر الممرض من هاي الفتحه راح يقدر يسحب او ينطي العلاج. فانت بلغ الممرض اللي اذا عندك مريض واجا ممرض ينطيك مغذي او ينطيك علاج، بلغه بهاي الطريقه وامنعه انه ينطيك العلاج منه. النصيحة الثانية أو الخطأ الثاني اللي دائما يستخدموه الممرضين، اللي هو من يخلص العلاج، خلصنا العلاج وسديت المغذي، ايش راح يصير؟ وخلصت العلاج اليوم، فثاني يوم أو بعد 8 ساعات عندي أيضا بطل ثاني مغذي ثاني، فمن أجي أريد أركب العلاج وأشد المغذي، أشده بالكانولة، الكانولة راح ألقاها مأوتة. فالممرض هنا ايش راح يسوي؟ راح يقول لك سهلة، هسه أنا أفتح لك، راح يجي يشد المغذي ويفتح العلاج ويطعج الصوندة، يطعج الصوندة حتى يفتح لك الكانوله لان مأوته. او ايش راح يسوي؟ طريقه ثانيه، راح يجيب نورمال سلاين ويدفع لك بالكانوله، يدفع لك قوي، وبالبدايه راح تحس بالم، بعدين راح تحس الدم انفتح ومشى. وهذا الشيء اكبر غلط. لازم شنو الشيء الصح؟ لازم شو يسوي؟ لان هاي طامه كبرى، لان هنا اكو دم متخثر، الدم بعد 5 دقائق الى 6 دقائق راح يتخثر وتصير كتل بالدم، فما يصير ندفعها بالشريان او بالوريد، خصوصا للناس اعمارهم كبيره، راح يسبب جلطات لان هو عمره الشريان مسدود او هو كبير بالعمر. فهذا الشيء غلط. فالشيء الصحيح نجيب سرنجه فارغه ونربطها بالكانوله، نربط السرنجه بهاي الطريقه، نشدها وابدي اسحب. ايش راح اسحب؟ راح اسحب الدم، اسحب الدم المتكتل، اسحبه الى 1 سيسي او 2 سيسي، راح يطلع لي دم صافي، راح تنسحب الكتله او الدم المتخثر وراح ينسحب الدم الصافي. احنا راح امن انه انفتحت الكانوله، بعدها راح اربط العلاج واربط المغذي. وهاي الحاله تصير عندنا للناس اللي عندهم كانوله وبعد عنده علاج وما يريد يشيل الكانوله، لانه يقول لك باكر ايضا عندي علاج. فبهاي الحاله راح تنسد الكانوله وراح يجي الممرض يسوي طريقه جدا خاطئه، اللي هي يدفع لك نورمال سلاين او يفتح لك الكانوله بالضغط، وراح يدخل الخثره الدمويه جوا وراح يصير عندك حرقه، وهذا الشيء اكبر غلط. فلازم احنا هاي الخثره الدمويه نسحبها بالسرنجه وندبها، وبعدها ومن ثم ننطي العلاج المطلوب. وان شاء الله صحه وسلامه يا رب، وما عندكم غير العافيه.